سنلقي قصيدتين أنا والشاعرة مريم الصيفي، هي ستبدأ ثم أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن ألقي هذه القصيدة. هو الطير الذبيح، تقاطر في سمائي سرب طير، يجوب الأفق يغمره الوئام، فقلت كذا أمان عاش فيه، يحلق لا تطارده السهام، فما بال الطفولة في انكسار على أرض يدمرها الخصام، فتغرق ملء جفنيها حنين لومضة فرحة فيها ابتسام، فيلمع خنجر يجتز حرفا، فيلمع خنجر يجتز عرقا، يسيل دم وينقطع الكلام. هو الطير الذبيح بأرض قومي، سيرقص لا أمان لا سلام، إذا ما أغمض العينين عدل، فعين الحق دوما لا تنام، فعين الحق دوما لا تنام. وشكرا. سوف ألقي قصيدة للشاعر أنس الدغيم. إني أنا الممتد من بغداد في شرق البلاد إلى ذرى تطوان، إن كان قلبي من دمشق فإن لي قلبا يعيش الهم في السودان، من مأرب التاريخ أحمل بحة الأنقى، فهذا الصوت صوت يماني، فإذا همست فكل همسي غزة، وإذا سكت فشاعر ويعاني، لا تغلق الأبواب غزة لي، ومن طوفانها الأقصى جرى طوفاني.